في كتاب سندريلا سيكرت لهبة السواح قالت لنا 8 قواعد علشان ما تاخديش على دماغك في حياتك. هقول لك 4 منهم دلوقتي و4 منهم لما تعملي لي فولو الفيديو الجاي. القاعدة الأولى: أنت مسؤولة. ما تقوليش بقى مش عارفة اهتم بشكلي ونفسي ومظهري، أصل العيال واخدين كل وقتي، أصل أنا تعبانة، والنبي بلاش حجج الله يسترك. لان انت لو ما اهتمتيش بنفسك محدش يا حبيبتي هيهتم بيكي، وهيرجعوا يقولوا في الاخر اللي مقصره في حق نفسها اهي. القاعده الثانيه: اعرفي قيمتك ودوري على موهبتك. كل انسان في الدنيا عنده موهبه، حتى لو كانت موهبه صغيره، مش لازم يعني تبقى موهبه فنيه زي بتعرفي ترسمي ولا تغني، لا، ممكن الموهبه تكون موهبه بسيطه قوي، بتعرفي تنظمي، تطبخي، تتكلمي، تسمعي، تحلي مشاكل، كل دي مواهب، نميها هتحسي بقيمتك. القاعدة الثالثة: حاولي تعملي توازن في حياتك وفي كل جوانبها، يعني ما تجيش على حاجة على حساب حاجة، ما تبقيش شاطرة قوي في شغلك وسايبة بيتك، وما تبقيش يعني جامدة قوي في الأمومة وعاملة فيها سوبر وومن وتيجي على صحتك، لا، وزني بالراحة بين كل جوانب حياتك. وهبة السواح هنا قالت نقطة حلوة قوي، قالت ان انت لو فضلتي تيجي على كل جوانب الحياة عشان جانب واحد، لو الجانب ده اتضرب مبروك حياتك كلها اتضربت. القاعدة الرابعة: حرري نفسك. حرري نفسك من القيود، ما تقعديش تحطي شروط لنفسك علشان تعملي حاجة تانية، يعني مثلا ما تقوليش انا امتى بقى اتجوز علشان اعيش حياتي. مين قالك يا حبيبتي انك بعد الجواز هتعيشي حياتك؟ عيشي دلوقتي كده احسن. استنوا، لسه في 4 قواعد كمان، تابعوني الفيديو الجاي هقولها لكم. انا فيروز يسري ودي حكاية قبل اليوم.